هنعمل أكلة سريعة وسهلة ومش تقليدية. هنعملها من أوراق الفراخ. أكلة سريعة وبسيطة، وكمان هنقدم معاها رز أبيض أو رز بشعرية أو مكرونة بالصلصة مع طبق سلطة خضراء، وكده تبقى وجبة كاملة متكاملة. هنعمل فراخ أو أوراق الفراخ مكرملة بالبصل في حلة أو في طاسة، وهنزل بمعلقة سمنة، وبعد ما تسخن هنزل بمعلقة من السكر. ما تستغربيش، ايوه معلقة سكر. هقلبها بالراحة كده لغاية ما تتكرمل. مش هتاخد وقت مننا وايدينا فيها ونقلب. اول ما تتكرمل كده هكون طبعا غاسلة اوراق الفراخ. انا هنا كان معايا اوراق الفراخ كبيرة فمقطعاها على 2. هنغسلها ونصفيها كويس من المية وننزل بيها ونقلب بقى كده تقليبة. اول ما تاخد لون معانا هنقلبها على الناحية التانية، يعني هنشوحها كده في حتة السمنة ومعلقة السكر اللي اتكرملت. بص لونها جميل ازاي وريحتها جميلة جدا. أكلة سهلة وبسيطة. لو جاية مستعجلة أنا هنا بوريكم إن بصوا السكر مش لازق ولا حاجة ولا اتحرق، طبعا مع استمرار التقليب. ونحاول كده ايه نلم الحروف عشان ما تتلسوعش. دلوقتي بقى بعد ما خدت لون كده معايا واتشوحت هنزل ببصلاية مقطعينها كده جوليان، بصلاية حلوة متوسطة. هنقلب كده البصل مع الفراخ. البصلة اتشوحت، هنبتدي بقى ننزل بمعلقة بصل بودر وتوم بودر وشوية فلفل وشوية ملح، طبعا الملح حسب الرغبة. وهنقلبها كده على الناحية التانية. ريحتها جميلة جميلة جدا وهتعجبكم، وطريقتها سهلة وبسيطة. هنا بقى كده انا قلبتها وهنزل بمعلقة دبس رمان كبيرة. هتقولولي دبس رمان ومعلقة سكر، هقول لكم الاتنين بيظبطوا الطعم، ومش هتحسوا خالص ان هي فيها سكر ولا اي حاجة، وجربوها وهتعجبكم جدا وهتعجب اطفالكم جدا جدا. دلوقتي بقى هنزل كده بمعلقة المرقة الفورية ديت اللي هي بتاعت الفراخ او توابل الفراخ، وكمان هنزل بكوباية او كوباية وربع مية مغلية. المية لازم تكون مغلية. وهقلب تقليبة كده علشان مرقة الفراخ اللي احنا حطيناها ما تبقاش طبعا في حتة او حتة لأ، وتسكر طعمها. وهلم كده ايه بالسباتشولا الحروف وهغطي عليها. نروح كده نشوفها بعد ما سيبناها تغلي شوية صغيرة. انا هنا بوريكم يعني اوراق الفراخ معايا خطوة بخطوة. هديها تقليبة. بصوا يا جماعة لونها يفتح النفس بجد. وهسيبها بقى كده ايه اغطي عليها واسيبها لغاية ما ايه تتشرب. واتشربت اهيت واستوت كمان. اهم حاجة نشوفها استوت ولا لا، لو ما استوتش نديها شوية مية. بصوا مكرملة وجميلة، وهنا بوريكم ان هي مش لازقة اهي ولا اي حاجة. تعالوا بقى نقدمها مع بعض. انا هنا حطيتها في طبق التقديم، وكمان حطيت عليها عودين شبت كده للتزيين، والف هنا وشفا على قلب.